جرايه يا سي مارسيل يا كولر. انت ايه حكايتك بالظبط؟ ايه الاداء العيان اللي انت لعبت بيه قدام الهلال السوداني ده؟ وبعدين ده احنا لسه في ربع النهائي والماتش كان على ارضنا. ما تهدى كده على نفسك يا عم انت. هو مش اهم حاجة ان احنا فزنا؟ وبعدين الفرقة بتاعت الهلال دي طلعت تقيلة. ده تحسه الهلال السعودي مش السوداني. يا سي كولر انت اللي نام في العسل. الكرة السودانية اتطورت كتير. ده لولا ستر ربنا كانوا هزمونا. لولاش هدف محمد هاني الله يبارك له. عندك حق الصراحة. الواد محمد هاني عمل الواجب وزيادة مع اني ما بحبوش. بس برضه الحكم كان تعبان مله. ده تحسه كان جاي يخلص الماتش للهلال علشان يفوز علينا. كلامك صح. شفت انت لما اتخانق مع محمد هاني وزقه في صدره كده كان هيقومه في الارض. ما هو طبعا متغاظ منه لما هو جاب الهدف في الهلال. ده تحسه حكم بلطجي. بس الواد محمد هاني عمل الواجب معاه بره الاستاد. جاب اخواته وعيال عمه وربطوه في عمود النور اللي قدام الاستاد، وهتك يا ضرب لحد ما ودانه ورمت. الصراحة يستاهل وعلشان يبقى عبرة لغيره. انما قول لي بقى يا سكولة، انت عندك طار ولا زعلان مع التبديلات في المباريات؟ ده انت بتنشف رجله لحد ما بتعمل تبديل. اصل زي ما تقول كده انا معقد تبديلات. من ايام زمان لما كنت بلعب كوره كان المدرب حاططني في دماغه ينزلني العب 5 دقايق ويطلعني تاني. بس سيبك انت، التبديلات في ماتش الهلال عملت شغل جامد. ولا عملت شغل ولا نيلة، خليني ساكت انا مش عايز اتكلم. منزل لي عمر كمال مكان وسام ابو علي، ومنزل حسين الشحات في الدقيقة 85. ما كنت نزلته بعد الماتش ما يخلص احسن. يا اخويا ما تتحمقش قوي كده. ابقى تعالى انت درب الفرقه لما نشوفك هتعمل ايه معاها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وتعمل لنا متابعة على صفحتنا على فيسبوك. حبيبي حبيبي.